السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ الحج الأكبر ودعاكم المقتدى لمبايعته في مكة الحنانة، وهو متعلق بأستار كعبة إمامته. فمن الآن يا أنصاره باشروا الطواف حول كعبة الحنانة. فماذا تنتظرون من كعبة المسلمين المقتدى أكثر مما قال وأشار ولمح لكم به؟ فها هو يقول المقتدى عليه السلام إن مكة هي النجف الأشرف، وتحديدا الحنانة. فهذا يعني أن كعبة المشرفة ليست جدران الحجر، بل هي المقتدى بأستار أخلاقه وبحجر إمامته الناصعة بالبياض. فكفاكم كسل وجهل وغباء، فماذا تريدون منه أكثر مما أشار إليه ولمح عنه؟ فلا تنتظروا من المقتدى عليه السلام أن يكلمكم بالمباشر، فأمره من الله أن يشير إليكم بالرمز والإيحاء. فحجوا نحو مكتكم في الحنانة المكرمة، وطوفوا حول المقتدى المشرف، فهو كعبتكم المشرفة. فاتركوا حجكم في المكة الظاهرية، واتجهوا نحو مكتكم الباطنية وهي الحنانة المكرمة. واتركوا طوافكم حول الكعبة الظاهرية، وطوفوا حول كعبتكم الباطنية وهي المقتدى عليه السلام. فمتى تفهمون وتدركون أن البيعة الإمام المقتدى لا تتم في المكة الظاهرية، وإنما تكون في المكة الباطنية وهي الحنانة، فها هو المقتدى عليه السلام دعاكم بالرمز والإشارة بأن تبايعوه وتطوفوا حول إمامته ومهدويته. فأقول وهذه رسالتي إلى سيدي ومولاي يا أيها المقتدى عليه السلام: إذ لم تكن هناك رجال تبايعك وتفهمك، فنحن النساء سنكون أول المبايعات في جملة أنصارك 313. موعدنا لنبايعك في يوم الغدير على أنك إمامنا وسيدنا ومهدينا، فأنت كعبتنا المشرفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.